انت مش متابع الحاجات اللي شغلتني طول السنين دي. انا اتغريت واتقلي وانا بستسلم وبقول اهلا، وانت بتسيبني لوحدي بقول اهلا. ازاي جيت تسلم وقبل ما تقرب ليه فاكر ان صلواتك دعواتك الليالي دي ما خلتنيش انام؟ دعواتك دي قطعت فيا الليلة اللي فاتت كنت نايم على السرير ده في نص الليل وصحيت 9 مرات والشمس طالعة كنت قاعد على السرير، كنت قاعد على السرير ده وانت الساعة 9 بشوفك الصبح ما جيتش ناحيتك. ازاي تفرق بينا؟ اللي فاكر ان صلواتك الليالي دي ما خلتنيش انام ودعواتك قطعت فيا. انتي مش كويسة وانت صاحب مشاكل، انت ما عندك احساس، بتلعب مشاعري ومش راضي تسيبني. متحاولش تفكر في اي سبب تاني، خطيئتك الليالي دي مش عارف انام بسببها. قطعت هدومي وعمري ما سامحك ابدا. وعمري ما سامحك ابدا، وعمري ما سامحك ابدا 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 ابدا. اما انا فانت مش متابع الحاجات اللي شغلتني طول السنين دي. انا اتغريت واتقلي وانا بستسلم وبقول اهلا، وانت بتسيبني لوحدي بقول اهلا. ازاي جيت تسلم وقبل ما تقرب ليه فاكر ان صلواتك دعواتك الليالي دي ما خلتنيش انام؟ دعواتك دي قطعت فيا الليلة اللي فاتت كنت نايم على السرير ده في نص الليل وصحيت 9 مرات والشمس طالعة كنت قاعد على السرير، كنت قاعد على السرير ده وانت الساعة 9 بشوفك الصبح ما جيتش ناحيتك. ازاي تفرق بينا؟ اللي فاكر ان صلواتك الليالي دي ما خلتنيش
تفكر في أي سبب تاني، خطيئتك الليالي دي مش عارف أنام بسببها، قطعت هدومي وعمري ما سامحك أبدا. وعمري ما سامحك أبدا، وعمري ما سامحك أبدا.